بوتين دلوقتي بيفكر في تصعيد كبير عشان العملية العسكرية الخاصة اللي كان مفروض تخلص في 3 أيام بتفشل بشكل فظيع. وبحسب المخابرات الأمريكية التصعيد ده ممكن يحصل على شكل هجوم ضد دولة من دول الناتو. بس لو سألت مسؤول في الكريملين هيقولك إن بوتين ممكن يكون بيفكر حتى في استخدام سلاح نووي تكتيكي عشان ينقذ الحرب اللي بيخسرها. فده ممكن يكون السبب الحقيقي اللي خلى مدير CIA يسافر سرا لموسكو عشان يحذر الكريملين ويقول لهم ما تفكروش حتى في كده. يلا ندخل في كل ده. عندنا دلوقتي معلومات أكتر بكتير عن الاجتماع اللي حصل من يومين بس. لو كنت فاتك يوم الثلاث، مدير CIA جون راتكليف عمل رحلة سرية مباشرة لموسكو وقضى حوالي 8 ساعات ونص هناك، وبعدها ركب الطيارة ومشي. سبب إن الزيارة السرية دي عملت قلق كبير هو إن آخر مرة مدير CIA راح فيها موسكو كانت في نوفمبر 2021. وقتها كان بيحاول يقنع بوتين إنه ما يغزش أوكرانيا. قال له: اسمع، دي هتكون فكرة سيئة جدا جدا للاقتصاد الروسي وللجيش الروسي وطبعا للكرملين نفسه. بس أظن كلنا عارفين إيه اللي حصل بعد كده. مع ذلك الزيارة دي كانت مهمة جدا جدا. فلما مدير CIA تاني يروح على باب بوتين على طول الكل يبدأ ياخد باله. دلوقتي أكتر حاجة الناس كانت بتتوقعها هي إن بوتين بيخطط لهجوم على الناتو، وهنوصل للتوقع ده لأن الجانب الأمريكي فعلا أكد معلومات أكتر بكتير مما كنت تتوقع. بس الأول تعالوا نشوف المسؤولين في الكرملين نفسهم بيقولوا إيه. عندنا فعلا مقابلة نادرة، ناس قريبين من الكرملين اتكلموا فيها مع بلومبرج، وهي وسيلة إعلام أمريكية، وشرحوا بالظبط بوتين بيفكر فيه. فحابب أوريكم بالظبط هم اتكلموا عن إيه. حسب التقرير ده روسيا بتستعد لتصعيد الهجمات على أوكرانيا بعد ما وصلوا لقناعة إن المفاوضات على اتفاق سلام وصلت لطريق مسدود. ده على حسب كلام 3 من الناس القريبين من الكرملين، والسبب إنها اتكلموا مع بلومبرج بشكل مجهول. خلي بالك من التفصيلة الأخيرة دي لأنها مهمة. على حسب اللي هيقولوه دلوقتي. على أي حال، على حسب كلامهم روسيا بتفكر تزود ضربات صواريخ باليستية تقليدية قوية على كييف بما فيهم وسط العاصمة، وكمان أهداف للبنية التحتية في مدن أوكرانية تانية. وده فعلا حاجة بوتين نفسه أكدها على التلفزيون الوطني الروسي في نهاية الأسبوع اللي فات. فاسمعوا هو قال إيه، خصوصا لما بيتكلم عن ضربات أوكرانية على أمازون روسيا اللي هي وايلد بيرز وأوزون. اسمعوا. نظام كييف حاطط هدف لنفسه إنه يضر اقتصادنا. عمل إيه؟ هم فتحوا صندوق بندورا ده بنفسهم. طيب، هتلاقوا رد يضرب أضعف القطاعات الاقتصادية عندكم، واللي بصراحة أصلاً وقع على آخرها. ده بالمناسبة ينطبق كمان على الإنتاج الزراعي، اللي نظام كييف بياخد منه الدخل الرئيسي بتاعه من التصدير. المقترحات اللي بتوصلنا أوقات على أقل تقدير غريبة وغير مقبولة خالص. إحنا دايماً جاهزين للحوار عن السلام، بس على أساس الواقع اللي موجود على الأرض. وفوق كده المسؤولين في موسكو قالوا لبلومبرج حاجة تانية كمان. قالوا إنه موسكو بقت بتشوف الضربات الأوكرانية، يعني الضربات على البنية التحتية والمصافي الروسية، كأنها هجمات من دول الناتو. وليه كده؟ لأنه حسب روسيا أعضاء الناتو بيمدوا كييف بالأسلحة وطبعا بالمعلومات الاستخباراتية. دلوقتي هنا أنا عايز أوقف وأشرح حاجة. طبعا محدش بينكر إن الناتو بيساعد أوكرانيا، بس خليك فاكر نفس الحاجة بتحصل من الناحية التانية كمان. إيران بتدي روسيا مكونات طيارات مسيرة. إيران فعلا ساعدت روسيا تبني مصانع طيارات مسيرة جوا أراضيها عشان روسيا تقدر تفضل تنتج مسيرات شاهد أكتر وأكتر. وكمان فوق كده إيران بتديهم صواريخ. كوريا الشمالية بتدي روسيا صواريخ، وكمان كوريا الشمالية بتبعت ملايين وملايين من قذائف المدفعية. ودلوقتي عندنا جنود كوريين شماليين على الأراضي الروسية وعايزين يدخلوا الحرب دي. وجنود كوريا الشمالية هم كمان اللي بيضربوا صواريخ كوريا الشمالية على أوكرانيا. ده معناه إن جنود كوريا الشمالية بيستهدفوا مدن أوكرانية عشان بوتين دعاهم يدخلوا حرب أوروبية. وطبعا ما ننساش الصين كانت بتساعد روسيا تتخطى كل العقوبات دي. الصين كانت بتساعد روسيا بصور الأقمار الصناعية. لو ما كانتش في أقمار صناعية صينية، أوكرانيا كانت هتكون عندها أفضلية ضخمة مقارنة بالصور اللي روسيا بتقدر توصل لها. دي حاجة أنا لسه عرفتها من كام يوم وده كان صادم، بس خليني أوريك فعلا أنا أقصد إيه، لأنه غريب جدا إننا مش مركزين في الموضوع ده. ده مثال على صورة أقمار صناعية يقدر يلتقطها قمر صناعي روسي، أفضل قمر صناعي روسي عندهم. هو بيشتغل بدقة 1.5 متر لكل بيكسل، يعني كل بيكسل في الصورة دي بيمثل حوالي 1.5 متر من الأرض. يعني مش وحش، بس واضح إن التفاصيل مش بالدرجة اللي الواحد يتمناها. دلوقتي بص على صور الأقمار الصناعية اللي أوكرانيا تقدر توصل لها عشان عندهم وصول لأقمار صناعية أمريكية.
أقمار صناعية حكومية أمريكية وأقمار صناعية لشركات خاصة. وطبعا يقدروا كمان يوصلوا لكل الأقمار الصناعية الأوروبية سواء كانت لشركات خاصة أو أقمار صناعية حكومية رسمية. ده معناه أن أوكرانيا عندها ميزة كبيرة جدا، يعني الأوكرانيين يقدروا يشوفوا الصورة دي، ده نفس المكان بالضبط بس متصور بدقة، يقدر القمر الصناعي الأمريكي يشوفها. القمر الصناعي الأمريكي أحسن واحد فيه ممكن يوصل لدقة 30 سنتيمتر لكل بكسل، تقدر تشوف بوضوح قد ايه التفاصيل هنا أكتر بكتير، تقدر حرفيا تعد العربيات اللي في ساحة الانتظار. وده شيء مهم جدا، وخليني أشرح ليه ده مهم. لأن مثلا لو الأوكرانيين بيراقبوا مخبأ أو مركز قيادة جوه روسيا، صح؟ يعني قريب من خطوط المواجهة، فهم بيراقبوا ده في الأراضي اللي تحت سيطرة روسيا، ولما يشوفوا عربية وقفت هناك يعرفوا إن في قائد روسي أو جندي روسي موجود. طب ليه ما نبعتش طيارة بدون طيار؟ عشان كده النوع ده من صور الأقمار الصناعية مفيد جدا جدا. عندنا فيديو جاي عن الموضوع ده فما تنساش تشترك. لكن التفاصيل دي بتساعد أوكرانيا بشكل أساسي إنها تزود عدد الأهداف اللي تقدر تستهدفها، يقدروا يكونوا أدق، يقدروا يتحركوا في الوقت المناسب كمان. وبما إننا بنتكلم عن التوقيت، على فكرة أوكرانيا دلوقتي عندها إمكانية الوصول لصورة زي دي في خلال 15 دقيقة. يعني لو قمر صناعي عدى فوق الأرض بياخد صورة في خلال 15 دقيقة، جندي في الخطوط الأمامية يقدر يشوف الصورة دي على التابلت بتاعه وياخد قرارات بناء على المعلومات دي. ولو افترضنا انه محتاج معلومات اكتر، يقدر يطلب من القمر الصناعي ياخد الصوره دي تاني بعد ساعه مثلا. فالميزه دي كبيره جدا جدا، وانا ما اتكلمتش عنها قبل كده. انا ما شفتش ناس كتير بيتكلموا عن الموضوع ده، بس فعلا ده بيغير قواعد اللعبه. بس الصين بتساعد روسيا انها تواكب التطور، فلازم ما ننساش النقطه دي. على العموم انا خرجت عن الموضوع. تعالوا نرجع لمسؤولي الكريملين، لانهم دايما بياكدوا على نقطه ان دي نقطه روسيا بتكررها بقالها فتره طويله. روسيا بتقول ان اوكرانيا هي اللي بتصعد الحرب ضدنا من زمان. أوكرانيا كانت بتستهدف مصافي الوقود بتاعتنا ومستودعات إمداد الوقود، هم كمان بقوا بيستهدفوا مخازننا، ودلوقتي حتى بيهاجموا سفننا في البحر الأسود. وبسبب كده المسؤولين دول بيقولوا إن الكريملين ممكن يفكر يصعد الحرب دي لمستوى استخدام أسلحة نووية تكتيكية. يعني بوتين ممكن يكون بيفكر إنه لازم يعمل حاجة جذرية عشان يوري شعبه إنه لسه مسيطر. ودلوقتي ده بالظبط السبب اللي خلاني كنت عايزكم تفتكروا النقطة المهمة في البداية. ده مقال أو مقابلة جاية مباشرة من ناس قريبين من الكريملين. أنا متأكد تقريبا إن بوتين هو اللي زرع الكلام ده بنفسه، لأن المقال ده نزل على طول بعد ما راتكليف راح موسكو وحذر بوتين إنه ما يصعدش الحرب دي. فبوتين كان عايز الكل يقلق من التهديد النووي، وده اللي بيعمله كل مرة يحس فيها بالضغط. لما أوكرانيا كانت هتاخد صواريخ قال إن روسيا هتستخدم النووي، ولما أوكرانيا كانت هتاخد دبابات قال إن روسيا هتستخدم النووي. وكل مرة أوكرانيا بتاخد سلاح جديد أو ميزة في الجبهة، روسيا دايما بترجع للتلويح بالتهديد النووي. وده مهم نفتكره، لأن كلنا عارفين إن الصين ما ادتش بوتين إذن يستخدم سلاح نووي في الحرب دي، وده موقف الصين من أول ما الحرب بدأت، وده موضوع هنتكلم عنه أكتر كمان شوية. بس قبل كده تعالوا نشوف بالظبط ايه اللي قاله راتكليف لبوتين والمسؤولين اللي قابلهم بنفسه، لأن ده فعلا حاجة صادمة. وفوق كده احنا فعلا عندنا المعلومات دي من الجانب الأمريكي، يعني عندنا المعلومات دي من مسؤولين أمريكان اتكلموا مع الإعلام بعد ما راتكليف رجع. ودلوقتي زي ما انتوا عارفين روسيا مش مبسوطة خالص من كل الحقيقة اللي بتطلع في الحرب دي، عشان كده لسه جالنا تقرير بيقول إن في عملية تأثير روسية بتحاول تأثر على ناس زيكم باستخدام الذكاء الاصطناعي. هم بيستخدموا تشات جي بي تي علشان يألفوا قصص، وبعد كده عايزين الكل يصدق القصص دي أو حتى ما يصدقش أي حاجة خالص. شوف، هدف الدعاية مش بالضرورة إنك تصدق الجانب الروسي، يعني روسيا مش عايزاك تكون في صفها، روسيا بس عايزاك تستسلم. روسيا عايزة تخلي الأمور معقدة لدرجة إن الناس تتعب وتبطل تصدق أي حاجة، ده الهدف الرئيسي. بس للأسف على فلاديمير الصغير إحنا هنا وعايزين نقاوم الحاجة دي بالذات. إحنا عايزين نوصل للحقيقة ونواجه الدعاية الروسية. لو تقدر تاخد ثانية واحدة وتساعدنا في رحلتنا بالضغط على زر الاشتراك تحت، ده فعلا بيفرق معنا، ده بيساعدنا مع الخوارزمية، وده معناه إننا نقدر نوصل لناس أكتر. دلوقتي خلينا نتكلم عن بالظبط المسؤولين الأمريكيين بيقولوا إيه عن زيارة راتكليف دي. في قصتين مختلفتين وممكن الاتنين يكونوا صح، بس تعالوا نمشي عليهم واحدة واحدة. أول حاجة عندنا تقرير من وول ستريت جورنال، فتعالوا نشوف التقرير ده بيقول إيه. حسب الكلام ده الزيارة المفاجأة كانت علشان يوصلوا لروسيا تحذير ما تهاجموش دول الناتو، وده على حسب الناس اللي تم إبلاغهم بتفاصيل الزيارة بعد ما راتكليف رجع للولايات المتحدة. التقرير بيقول إن المسؤولين الأمريكيين قلقانين إن بوتين اللي بيتضغط عليه من ناحية في أوكرانيا وكمان من الناحية التانية عليه ضغط في روسيا نفسها، وعشان كده ممكن يشن هجوم يتراوح من هجوم إلكتروني لحد توغل بري صغير
يعني توغل بري على نطاق صغير، وغالبا هيكون ضد دولة من دول البلطيق. وبعدين هو عايز يستخدم الهجوم ده بطريقة ما عشان يقنع الشعب الروسي إن روسيا بتتعرض لهجومه، ويصدر أمر بتعبئة أو يخلق حالة التفاف وطني حواليه، بحيث الشعب الروسي يبدأ يدعمه تاني ويدعم الحرب اللي هو بيخسرها. لو قدر يحصل على دعم أكتر من الشعب الروسي للحرب دي، ساعتها يقدر يخصص موارد أكتر للحرب على أمل إنه يغير مجرى الأمور. ده أمله على الأقل، دي الخطة. دلوقتي بوتين كمان شايف إن ده ممكن يكون وقت مناسب إنه يجرب حاجة زي دي، عشان في نقص في الذخيرة الغربية المهمة بسبب حرب إيران، فهو عايز يستغل الفرصة اللي جات له دي. وده فعلا كان حاجة ناس كتير افتكروا إنها الإجابة وإنها السبب ورا الزيارة. بس مهم نفتكر إن ده مجرد تفسير واحد، وطبعا ده مجرد تفسير واحد، وده تفسير الكل تقريبا كان متوقعه. مع إن محدش كان عارف الاجتماع كان عن إيه، الكل كان بيقول إن ده هو الاحتمال الأكبر. بعد كده روسيا فعلا اتسألت عن الموضوع ده. تقرير وول ستريت جورنال طلع وبص على المتحدث باسم الكرملين، قالوا ده ديمتري بيسكوف. قبل كده وول ستريت جورنال نقلت عن استخبارات أمريكية أن روسيا بحسب المزاعم ممكن تشن هجوماً محدوداً على دولة عضو في الناتو في السنين الجاية. النهاردة الجريدة بتقول إن مدير CIA ممكن يكون سافر موسكو مخصوص علشان يحذر السلطات الروسية من التصرفات دي. هل موسكو شايفة إن المنشورات دي محاولة من الإدارة الأمريكية لتضخيم التهديد الروسي بشكل مصطنع علشان يبرروا زيادة ميزانيات الدفاع بتاعة الناتو؟ وفي وسط الاتهامات بالتخطيط لهجوم على الناتو، هل روسيا شايفة إن الغرب فشل تماماً في فهم العقيدة النووية الروسية الجديدة وقيمتها في الردع الاستراتيجي بشكل موضوعي؟ طيب انت جمعت كل حاجة مع بعض هنا. طيب انت جمعت كل حاجة مع بعض هنا. دلوقتي في قصص كتير بتخوف زي دي بتتنشر، وطبعا ده ملوش أي علاقة بالواقع ولا بيعكس نوايا الاتحاد الروسي. الاتحاد الروسي مستمر في العملية العسكرية الخاصة، مع إن الاتحاد الروسي كان يفضل يحقق أهدافه بطرق سلمية، لكن لما ما فيش فرصة لكده هو مستمر في العملية العسكرية الخاصة عشان يضمن أمانه ومصالحه وسط الصراع اللي حوالين أوكرانيا. أمانه ومصالحه في سياق الصراع اللي حوالين أوكرانيا. وفي نفس الوقت الاتحاد الروسي بيواجه سياسات عدوانية جدا موجهة ضده من الدول الأوروبية، والعدوان ده جاي تحديدا من الدول الأوروبية. وأي ادعاءات عكس كده هي تشويه للواقع وخدع إعلامية بس، مش أكتر. مجرد شائعات جرايد، مش أكتر من كده. دلوقتي طبعا أكيد هو هينكر ده، حتى لو روسيا كانت عايزة تعمل كده، وده يمكن في احتمال إنهم مش عايزين، بس حتى لو كانوا عايزين مش معقول الكريملين نفسه هيطلع ويعترف بده أو يكشف خططهم. ودي نقطة مهمة، لأن ده بالظبط اللي روسيا عملته قبل ما تبدأ غزوها سنة 2022. بص على المثال ده، دي كانت رسالة السفير الروسي قبل بوتين ما يبدأ الغزو بيومين أو 4، وروسيا كانت بتقول علنا إن روسيا ما عندهاش أي خطط لغزو أوكرانيا وإنها عمرها ما هتعمل كده. فحتى لو هم ناويين يعملوا حاجة زي دي دلوقتي، أكيد مش هنتوقع إن المتحدث باسم روسيا يطلع ويعترف بده. بس افتكر إن ده كان مجرد تفسير واحد، في تفسير تاني طلع من نيويورك تايمز، وده كمان تفسير مثير للاهتمام. يلا شوف التفسير ده. وبحسب التقرير ده مدير CIA راح موسكو علشان يشارك تقييمه المتشائم عن حالة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وكمان علشان يحث روسيا على إنها تضغط على بوتين علشان يتوصل لاتفاق. يعني باختصار بيقول لهم تفاوضوا قبل ما وضعكم العسكري والاقتصادي يسوء أكتر، وده ممكن يحصل بس شكله مش محتمل قوي. وده علشان النوع ده من الرسائل أمريكا كان ممكن تبعته في إيميل عادي. انت عارف لما بتسمع النكتة اللي بتقول الاجتماع ده كان ممكن يبقى إيميل، حاسس إن الاجتماع ده كان ممكن يبقى إيميل. ودي اللحظة اللي عايز أرجع فيها للي حصل في 2021 لما مدير CIA وقتها ويليام بيرنز راح موسكو. ولما رجع، احنا عندنا وقت كتير دلوقتي صح؟ فات حوالي 4 سنين من وقتها، واتكلم كتير عن الاجتماع ده. واحد من أهداف الاجتماع ده كان إنه يبلغ المسؤولين الروس ويبلغ بوتين إن إحنا عارفين إن عندكم الخطة دي، إحنا عارفين إنكم يعني إيه مركزين قواتكم على الحدود علشان تغزوا أوكرانيا، وكان الهدف إنه يخليهم يعرفوا إن إحنا عارفين كل الخطط دي ونشوف رد فعلهم هيكون إزاي. هو كان عايز يشوف المسؤولين الروس هيتصرفوا إزاي وبوتين هيتصرف إزاي. للأسف هو عمره ما قدر يقابل بوتين فعلا، ونفس الكلام مع راتكليف دلوقتي. هو عمره ما قابل بوتين، هو بس قابل رؤساء المخابرات في روسيا، يعني قابل أظن رئيس FSB وقابل رئيس SVR. SVR زي النسخة الروسية من CIA، هم بس بيشتغلوا برا روسيا، FSB زي النسخة الروسية من FBI، بس مش بالظبط، لأن FSB كمان بيشتغل برا روسيا.
دي الطريقة اللي بوتين بيخلي بيها الكل تحت السيطرة، إنهم عندهم مسؤوليات متداخلة، فما فيش حد عنده سيطرة كاملة أو يقدر يشتغل في السر. بس على أي حال ده موضوع لفيديو تاني، إزاي بوتين بيحافظ على سلطته. بس مع ذلك هدف الاجتماع هو إنهم يقولوا لروسيا حاجة هم مخططين لها في السر، وبعدين يشوفوا رد الفعل، يعني هيتصرفوا إزاي، صح؟ ده اللي عملوه في 2021، وأنا متوقع إن ده كان الهدف. دلوقتي فحتى لو ده كان موضوع اتكلموا فيه قبل كده، من غير المرجح إنه مجرد الكلام عن تقييم روسيا القاتم هو السبب الوحيد اللي خلى مدير CIA يروح الكرملين، لأن الزيارة كانت مهمة جدا، أول مرة من ساعة ما الحرب دي بدأت حد بالمستوى العالي ده يروح موسكو بنفسه، فده أكيد موضوع كبير جدا، ويبان إن الخبر ده صغير جدا إنه يتقال وش لوش، أكيد في حاجة أكتر. وجزء تاني من القصة مش منطقي شوية من وجهة نظر بوتين، هو مش فارق معاه التكلفة العسكرية ومش فارق معاه التكلفة الاقتصادية، الحاجة الوحيدة اللي تهمه إنه يفضل مسيطر وقوته تفضل قوية. وأنا متوقع بعد الانتخابات اللي هتحصل في سبتمبر غالبا هيكون عنده ثقة أكتر إنه مسيطر كويس على البلد، وغالبا هيسعد أكتر، مش علشان الشعب الروسي فعلا بيدعمه بقوة، ده لأنه ببساطة بيسجن أي زعيم معارضة هو خايف منه، مفيش منافسة حقيقية أصلا، فحزبه غالبا هيكسب بفارق كبير جدا. وبرضه ده مش معناه إن القصة دي مش منطقية، أنا بس بقول إن دي مش القصة الكاملة. أنا متأكد إن راتكليف بيتكلموا عن مشاكل روسيا صح، وده موضوع مدير CIA نفسه بيتكلم عنه بشكل علني جدا. في الحقيقة الشهر اللي فات بس هو قال علنا إن الجندي الروسي بيعيش تقريبا 35 دقيقة بس في الخطوط الأمامية. الرقم ده مجنون جدا، اسمع بنفسك. معلوماتنا الاستخباراتية متوافقة مع بعض تقارير المصادر المفتوحة اللي ممكن تكون شفتها عن أوكرانيا. يعني متوسط العمر المتوقع للمجند الروسي اللي بيوصل دلوقتي لساحة المعركة في أوكرانيا بيتقدر إنه بين 20 و30 دقيقة. 20 و30 دقيقة، وده علشان عارف الطيارات بدون طيار اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي بقت آلات قطن متخصصة ورخيصة جدا، وعشان كده قوة أضعف بعد 4 سنين ونص قدرت تصد القوة الأكبر لروسيا ضد أوكرانيا. وتيرة تقدمهم وقفت بسبب أن أوكرانيا أتقنت التكنولوجيا الجديدة، وفي الحالة دي حرب الطيارات بدون طيار والحرب غير المتكافئة بقت وسيلة قوية جدا لتحقيق التوازن. ودلوقتي فوق الإحصائية دي هو كمان أبلغ روسيا إن روسيا كسبت حوالي 1% من أراضي أوكرانيا في آخر 18 شهر، وعشان تحقق ده اتكبدت مئات الآلاف من الخسائر البشرية. وعشان كده هو كان بيقول لهم بشكل لطيف يا جماعة اتفاوضوا على اتفاق دلوقتي. وفي كتير من القادة الأوروبيين اللي شايفين إن في فرصة دلوقتي لأن روسيا بتعاني وممكن بوتين يكون مستعد للاتفاق، بس في رأيي ده شكله مش وارد، فاهمين؟ دلوقتي بعد ما راتكليف رجع كان في تعليق من الرئيس ترامب نفسه عن الاجتماع ده، وده حاجة فعلا حابب أشاركها معاكم. بس قبل كده حابب أشارك معاكم معلومة مثيرة، أو ممكن نقول معلومة لطيفة، ودي فعلا حاجة غريبة. احنا هنتكلم عن ازاي كانت سنة مدير CIA لحد دلوقتي، وكل مرة أقول فيها مدير بتفكرني بالمسلسل ده القائمة السوداء، أكيد في ناس منكم شافوه. بس على أي حال خلينا أوريكم السنة اللي عاشها لحد دلوقتي في العالم المجنون ده، أو على الأقل سنة 2026 المجنونة. ففي يناير، يعني أول ما يناير بدأ، أظن في أول أسبوع أو تاني أسبوع راتكليف راح فنزويلا، وبقى أول مسؤول على مستوى مجلس الوزراء يزور البلد بعد العملية الأمريكية دي، العملية اللي قبضت على الدكتاتور الروسي نيكولاس مادورو. وبعد كده في مايو سافر لكوبا، ودى القادة الكوبيين تقييم سوداوي عن اقتصاد كوبا، وقال لهم بشكل أساسي اسمعوا، غالبا مش هتقدروا تصمدوا في الوضع ده لفترة طويلة، يعني ممكن مثلا تعرفوا تبطلوا القمع السياسي وتسيبوا الشيوعية اللي انتم ماشيين عليها دلوقتي. في قصة تانية مضحكة هنا على فكرة، حتى قبل ما أمريكا، الحصار بدأ يعني السنة اللي فاتت أو أظن من سنتين، لما كوبا كانت بتعاني من انهيار في شبكة الكهرباء عندهم، وطلبوا المساعدة من الصين، والمسؤولين الكوبيين المسؤولين الشيوعيين راحوا الصين عشان يتكلموا مع الحزب الشيوعي الصيني على فكرة. وعارف ايه اللي الحزب الشيوعي الصيني قاله لهم؟ الحزب الشيوعي الصيني قال لهم ايه رأيكم تجربوا شوية رأسمالية؟ بالنسبة لنا الموضوع شغال كويس جدا، يمكن لو جربتوا كده تقدروا تحلوا كل مشاكلكم. مش ده شيء مضحك شوية ان الحزب الشيوعي الصيني بيقول للحزب الشيوعي الكوبي انكم ممكن تحتاجوا تتبنوا شوية رأسمالية لو عايزين بلدكم تنجح؟ بس مع ذلك خلينا نرجع لراتكليف. بعد ما راح فنزويلا راح كوبا،
وكان بحذر الكل تقريبا، بقول لهم انتوا مش ماشيين كويس، ايه رايكم تبقوا الطف شويه. وبعدين راح روسيا وعمل نفس الحاجه تقريبا، الاقتصاد الروسي مش ماشي كويس، ايه رايكم تتصرفوا بشكل اكتر تحضرا شويه. بس على اي حال انا شايف ان السنه دي كانت مثيره للاهتمام ومحدش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. بس على اي حال خلينا نرجع لترامب. ترامب اتسأل عن الاجتماع ده واسمعوا اجابته. أنا قطعت الكلام عن طريق البريد. يا فندم لو حضرتك بتقول إنها وجه تحذير لروسيا إنها ما تهاجمش أراضي الناتو. طيب انا مش عايز اعلق على أيوة. الموضوع ده بس هم مش هيهجموا. دلوقتي تعالوا نرجع للتحذير النووي اللي مسؤولين الكرملين قالوه لبلومبرج في بداية الفيديو ده، لأني وعدتكم في ثغرة في القصة، والثغرة دي كبيرة وهي الصين. بصوا على اللي الصين قالته من شهر بس بخصوص الموضوع ده كله. الصين حذرت روسيا تاني من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. التحذير ده جه بعد ما روسيا زودت التهديدات النووية بسبب كل الحاجات اللي كانت ماشية غلط مع بوتين في 2026. وخد بالك الكلام ده طلع من شهر بس، وده نفس اللي الصين بتقوله لبوتين من سنة 2022 تقريبا. في تكهنات إنه شي جين بينغ لما عرف عن الغزو ده كان واضح جدا وقال إن الصين مش هتقدر تدعم روسيا لو روسيا لجأت الأسلحة النووية. الصين مش عايزة تشوف ده خالص، وبوتين ما عندوش القدرة إنه يكمل الحرب دي من غير الصين. السلاح النووي مش هيغير اللي بيحصل في الجبهة، وبرضه الكلام ده مش جاي مني أنا. احنا اتكلمنا مع مسؤولين عسكريين ومحاربين قدامى في القناة دي، وهم اللي قالوا الكلام ده. أنا ما عنديش أي خبرة عسكرية، يعني أنا مش الشخص المناسب أحكم في الموضوع ده، بس السلاح النووي التكتيكي هيكون مجرد رسالة أكتر منه حاجة تانية. هو هيعمل ضرر كبير بس مش زي اللي شفناه قبل كده، هيكون رسالة أكتر إن بوتين مش خايف يصعد الأمور. بس لو بوتين بعت الرسالة دي مش هيلاقي دعم من الصين علشان يكمل الحرب دي، ومش هيلاقي الوسيلة اللي الصين بتساعده بيها على الالتفاف على العقوبات، وده معناه إنه هيضطر يوقف الحرب دي، وده حاجة هو مش عايزها. علشان كده ده اللي يخليه يستخدم سلاح نووي، بس لو فعلا استخدمه هيخسر الدولة الوحيدة اللي كانت واقفة معاه طول الفترة دي. في الحقيقة الضغط الصيني قوي جدا، لدرجة إنه كل مرة بوتين يجيب سيرة الأسلحة النووية زيلينسكي بيطلع فيديو علني وبيقول للصين يا جماعة خلوا الولد بتاعكم يلتزم، بس خلوا الولد بتاعكم تحت السيطرة. هو ده اللي بيقوله بالظبط. اسمعوا هو قال ايه يوم 24 أغسطس، أظن ده كان يوم استقلال أوكرانيا، فشوفوا كده. لما حد يلبس يونيفورم بحري وكاب وينطق الكلام بشكل سيء ويتكلم عن ضربة نووية، الصين لازم ترد، لازم تهدي حماسهم. الصين لازم تثبت طموحها إنها تكون واحدة من قادة العالم، مش بس اقتصادياً وتكنولوجياً، لكن كمان كحضارة، وتوضح إن مفيش ديكتاتور ليه حق يهدد الكوكب برؤوسه الحربية القديمة. عارف أكتر جزء صادم في القصة دي إن أوكرانيا لسه عاملة أكبر هجوم مضاد ليها من سنة 2023. الهجوم ده مسح تقريبا كل المكاسب اللي روسيا حققتها السنة دي، وخسروا مئات الآلاف من الجنود، بس ولا وسيلة إعلامية كبيرة بتتكلم عن الموضوع ده فعلا، ومش فارقة أنت بتتفرج على أي طرف. جريدة نيويورك تايمز مش بتغطي الخبر ده على الأقل لحد دلوقتي، وجريدة وول ستريت جورنال برضو مش بتتكلم عنه. وطبعا عندنا الطرف الثاني، عندنا آلة الدعاية الروسية اللي بتصرف مليارات الدولارات كل سنة علشان تنشر الأكاذيب اللي بوتين عايز الكل يصدقها. وده بالظبط السبب اللي بيخلينا نعمل اللي بنعمله، علشان نكشف الحقيقة عن شجاعة الأوكرانيين ونواجه الدعاية الروسية. دلوقتي هعترف احنا ما عندناش مليارات الدولارات زي فلاديمير بوتين، بس عندنا انتوا يا جماعة. مؤخرا اطلقنا بيسكس انسايدر، دي طريقة تقدروا تدعمونا بيها وكمان تحصلوا على تغطية إضافية. في المقابل تقدروا تبقوا أعضاء دلوقتي حالا بالضغط على زر الانضمام تحت أو بالدخول على basicsinsider.com. دلوقتي خليني أقول لك إيه اللي هتحصل عليه لما تبقى عضو، لأن الموضوع مش مجرد صدقة. لو بقيت عضو هتحصل على فيديوهات حصرية بنرفعها كل يوم ومش بتظهر هنا على يوتيوب. بندخل أكتر في تفاصيل القصص اللي بنغطيها، وبنقضي وقت أكتر في تفاصيل مش بنلحق نحطها في الفيديوهات دي. وطبعا أحسن حاجة في الموضوع إننا بنجيب قدام العسكريين أصحاب الخبرة زي تشاك فار علشان يحللوا لقطات الجبهة ويشرحوا إيه اللي بيحصل فعلا ويفرقوا بين الحقائق والدعاية. دي فعلا تغطيتنا الموسعة من غير رقابة للناس اللي عايزين يفهموا الصراعات دي أكتر من العناوين الرئيسية، وبصراحة عضويتك بتساعدنا بشكل كبير جدا. الحقيقة أن خوارزمية يوتيوب بتتغير طول الوقت، إيرادات الإعلانات بتزيد يوم وبتقل اليوم اللي بعده. الفيديوهات ممكن يرشحها يوتيوب للناس الأسبوع ده وممكن الأسبوع الجاي ما تتوصاش بسبب حاجة قلناها. عشان كده بناء مجتمع من الأعضاء معناه إننا نقدر نكمل ننتج تغطية مستقلة من غير ما نعتمد بشكل كامل على خوارزمية قوية. ولو بتحب التحليل المتعمق وكمان تساعدنا نكمل في الشغل ده، تقدر تبقى عضو بالضغط على زر الانضمام تحت أو من خلال الذهاب لبيزكس انسايدر. هنكون مبسوطين إنك تنضم لينا، وأحلى حاجة
هنا جزء من الفيديو الحصري بتاعنا اللي فيه تشاك فار بيعمل تحليلاته المعتادة. اسمع كده. بس ده تصويب جامد يا راجل، طلقة واحدة جاب الحاجة دي. ودي ايه نوع الدرونز دي؟ دي تقليد لشاهد، الروس بيسموهم جيران. ايوه دي اكيد اوديسا هناك. يعني دول قاذفات تقيلة. ايوه دول شايلين 500 باوند من السي 4، يعني ده ممكن يبوظ مبنى من 5 ادوار. ايوه دي تصويبه جامده، انا ما كنتش شفت ده. ايوه اهو كده، ياك 52 فعلا. بيضرب من الطيارة دي ماشية بسرعة قد ايه؟ غالبا ماشيه بسرعه 90 ميل في الساعه، يمكن 100. عارف ممكن تميل عليها، يعني لو انا كنت الطيار كنت هبطأ شويه، انا بس عايز معدل اقتراب الطياره من الهدف. بس في حاجه لاحظتها، الطيار فضل بعيد حوالي كام 100 ياردة، صح؟ ده معناه انه فاهم كويس مدى الانفجار وعارف ان الراجل اللي وراه يقدر يسيب الهدف. حاجتين جامدين جدا في الموقف ده. واضح ان الناس دي بتشتغل مع بعض كويس. ده كان الأسبوع اللي فات. روسيا دخلت مجموعة كبيرة من المدرعات. اقدر امهد للموضوع ده لحظه يا ادم؟ واحده من الحاجات اللي بتحصل هنا انك دايما بتسمع عن تسلل روسيا، وعاده بيبعتوا 2 أو 3 أو 4 مع بعض، وكل شويه تقريبا كل 4 أسابيع بيجمعوا مجموعه اكبر. ودي كانت 9 دبابات وكام نائلة جنود مدرعة وعنصر مشاة بحجم سرية تقريبا. اللي بيحصل دلوقتي انه كل ما روسيا تجمع قوه اكبر، اوكرانيا بتلاقيها اسرع وبتغرقها بالطائرات المسيره. وده اللي حصل هنا، ده في منطقة شمال وشرق بوكاروفسك. ايوه. ايه الاخبار مع درع القنفذ ده؟ شغال كويس؟ بص على الدبابه دي، بص حتى ما حاولوش يحطوا اي شباك، صح؟ طيب عندنا حريقه جوه العربيه، طيب يلا نضرب العربيه من بره. فالدبابات الروسيه اخذوا قرار من حوالي 50 سنه يقللوا 4 ل3، يعني سواق ورامي وقائد المركبه. ده خلاهم يقدروا يعملوا دبابات اصغر وقريبه اكتر من الارض. ده كان فكرتهم، يعني ده كان هدفهم. بس علشان يعملوا كده عندهم محمل اوتوماتيكي، بس ده معناه ان طاقم الدبابه من غير جدران حمايه من الانفجارات. وهنا في واحد راكب موتوسيكل هيبقى رائد فضاء دلوقتي. طاقم الدبابه قاعد فوق الذخيره، ومش بس الذخيره، في القذائف وكمان في اكياس الدفع، يعني هم حرفيا قاعدين فوق اكياس بارود، وده السبب ان الدبابات دي بتنفجر. فلو رجعت شويه وشفنا التقاطع الفريد اللي كانوا واقفين عنده، دائما لازم تتجنب الأماكن دي لأنها سهلة جدا تتشاف على الخريطة. فالموضوع ما كانش بس 4 شوارع متجمعين، ده كان حوالي 6، وكان في منحنى كمان. سهل جدا توصف ده على الخريطة وتحدد المكان ده وتبعت طيارات بدون طيار تعمل كده. فكل مرة تشوف العربيات واقفة غالبا هم سابوها ومشوا. و38%. أيوة. فالباب ده مفتوح هناك، الراجل ده خلاص هرب. لو دخلت 100 عربية روسية في مواجهة مع الأوكرانيين، 38% منهم بيتسابوا من الطاقم الروسي، والنسبة دي ما اتغيرتش في آخر 3-4 سنين. فاحنا تاني شايف الدبابة دي واقفة هناك، باين ان الراجل ده لسه جواه، بس هو كمان هيتحول لرائد فضاء دلوقتي. فعندنا هنا نظام صواريخ جراد اللي هو راجمات صواريخ متعددة. احنا شايفين السبب ليه الروس مش قادرين يحطوا قوات كبيرة للحرب البرية ويتقدموا بيها للأمام. ده بيحصل كل مرة. عارف كمان من الأسباب التانية اللي بتخلي العربيات دي مش شغالة كويس إن الوقود صعب يتجاب. النظام فاسد لدرجة إنه لو حد جاب 500 جالون سولر بيخليهم 600 جالون عن طريق إنه بيحط عليهم ويندكس، صح؟ يعني الوقود بيبقى مغشوش. فلما بيبعتوا الرتل المدرع ده للأمام، إزاي بيمدوهم بالإمدادات؟ هم أصلاً بيدوهم وقود زيادة؟ لا، الناس دي رايحة في مشوار من غير رجعة تقريبا. وبصراحة الجنود الروس دول بييجوا وما عدا الناس اللي سايقة الدبابة عشان لازم يتعلموا ده. الباقيين دول مش جنود أصلا، هم ناس مدنيين تماما، وهم مش مدركين إن هم بيتقالهم أوامر انتحارية فعلا. مش قادرين يستوعبوا إن كل القوة اللي هتهاجم دي هتتمسح في خلال 1.5 ساعتين. ففي حاجة تانية كمان، أيوة، في التقاطع الواضح اللي كنا بنتكلم عليه. انتي وصفت لي ده طريق كبير جاي من الشمال الشرقي عليه مثلث كبير اهو. ده إحداثيات الشبكة من 8 أرقام،
وهنشوف لقطات قريبة، بس أغلب العربيات الروسية بتتضرب هناك في التقاطع ده. فنصيحة أمان مهمة، ابعد عن أي حاجة واضحة أو ملفتة في ساحة المعركة. ما تحطش 900 أنتينة، ما ترفعش علم، ما تحطش ريشة في القبعة بتاعتك. طيب دول شوية ناس. ايوه. العربية دي كانت عربية عائلية بتاعت واحد عايش في دونباس. هما بس بيوقفوك عن نقطة التفتيش، بياخدوا حاجتك، يعني بياخدوا الأكل اللي في عربيتك وتكمل مشي. حظك كده، حظ وحش. يعني ايه رأيك في احتمال ان الدبابة دي خلص منها البنزين وعشان كده سابوها؟ أعتقد فعلا ممكن يكون كده، يعني أو البنزين كان مغشوش، أو زي ما قلت ممكن الجماعة دول استخدموا اللاسلكي وقالوا يا جماعة الدبابة وقفت، أو حتى ما قالوش حاجة ونزلوا من الدبابة وخلاص. ولو أنا مكانهم كنت هبقى تحت الشجرة دي هناك، كنت هبقى متكور على نفسي في وضع الجنين ومسك جذور الشجرة. بس زي ما قلت 38%، يعني الحماس عندهم زي ما تقول الحماس صفر، الفعالية القتالية صفر. وزي ما انت عارف ده ببساطة أحدث حاجة. كان في حدث من حوالي سنة جنوب كوبيانسك. لو حابب تتفرج على باقي الفيديو ده وفيديوهات تانية زيه، تقدر تروح لبيزكس انسايدر أو تضغط على زر الانضمام تحت.